السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا فيديو جديد. ان شاء الله الوصفه نتاع نهار اليوم تلقى لكم في صحه جيده وفي احسن الاحوال. نبداو بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم هذه الوصفه الجافه الحلوه التقليديه سهله التحضير بمقادير بسيطه. نحضروا حلوة جافة للقهوة، صبيعة العروسة أو السيجار، كل واحد كيفاش يسميها. هنا نمروا لتحضير الوصفة. نحتاجو كاس نتاع الشاي، سكر عادي. عندي هنا حبة بيض، وعندي فانيليا، عندي كيس نتاع فانيليا، ورشة ملح. وهنا راح نخلطوا هاد المكونات فقط بالخلاط اليدوي، ما نحتاجوش هنا الخلاط الكهربائي. نخلطه جيدا. هنا راح نضيفو الكاس نتاع الحليب، كأس شاي نتاع الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة، ونخلطو نواصلو الخلط. وهنا عندي الكاس نتاع الشاي نتاع الزيت، ونخلطو. وهنا نحتاج مبشور الليمون. هاد الحلوة تجي بالقشور د الليمون، تجي فيها ذوق ورائحة رائعة، يعني هنا الليمون ضروري. وهنا نعصرو عصرة فقط من الليمون، ونواصلو الخلط. هنا بعد ما خلطت المكونات جيدا راح نبدأ في إضافة الفرينة. وهنا عندي كيس خميرة كيميائية. هنا راح نبدأ في إضافة الفرينة ونخلط. هنا في الأول نخلط بالملعقة الخشبية، ومن بعد في الأخير نستعمل يدي. نعاودو المقادير. عندنا كاس شاي نتاع السكر، وعندنا بيضة واحدة، وعندنا رشة ملح، وكاس شاي حليب، وكاس شاي زيت، والفرينة، وكيس خميرة كيميائية، والليمون طبعا مبشور وعصير الليمون. وهنا راني نضيف الفرينة حتى نتحصل على القوام المناسب. القوام نتاع هاد العجينة يكون كيما نتاع حلوة الطابع، ما يكونش قاصح وما يكونش طري بزاف، يكون نوعا ما طري، ما يكونش قاصح. راني عاد نضيف مازال القوام هنا، ما العجينة ما عباتش القوام المناسب. نروحو غير بشويه بشويه الفرينه، ما نضيفوش كامل في خطره باش ما نقصحوش العجينه. يعني هاد الحلوه بسيطه وسهله، في وقفه توجدوها، حلوه زمان.
هنا راح نبدا نستعمل يدي باش باش نعرف القوام تاع العجينه. وما نعجنوش، يعني غير نلمو فقط. هذا هو القوام تاع العجينه. هنا العجينه التمت، شوفوا هنا كيفاش راها طريه نوعا ما، تكونش يابسه. هنا راح نبداو نشكلو في لي سيجار تاعنا. انا عندي صينيه دهنتها بالزيت، وراح نبدا نشكل في صبيعات العروسه نتاعنا. هنا شوفوا هنا الحجم ما يكونش كبير بزاف وما تكونش خشينه، تكون رقيقه، لان من بعد راح تنتفخ في المقله، يعني راح تضاعف الحجم ديالها في المقله وتتشقق. هو الشكل، نعملهم صبيعات طوال. يعني هذه الكميه تعطينا كميه لا باس بها، كميه مليحه. هنا راح نمروا للقلي. هنا كانت عندي الزيت سخونه، بعد ما سخنت نقص للنار، عملتها على نار متوسطه. وهنا راح نبدا نرمي الحبات نتاع السيجار. ما نعمروش المقله بزاف، لانه بعد ما يبدا يتنقلها راح تشكل معنا فقاعات. هذيك الفقاعات تملى كامل المقله، ما نوليوش نشوفوا الحبه نتاع السيجار. بهذه الطريقه ما راش المقله مملوءه بكميه كبيره، حبيبات فقط. شوفوا الفقاعات اللي تشكل. هنا في القلي ما لازمش نجهدو بزاف للنار، تكون النار متوسطه باش الحبيبات نتاع السيجار يطيبوا من الداخل. الا كانت زيت سخونه والنار قويه راح يطيبوا من برا ويقعدوا معجنين من الداخل. ولكن حنا نسخنوا الزيت، من بعد ما تسخن نقصوا النار، ما تكونش مجهده، تكون متوسطه، وخليهم يطيبوا. هنا في المقله راح يبداو يتشققوا. نشوفوا هنا عن قرب، هما هنا بداو ينفتحوا. هنا بعد ما طابوا راح نبدا ننزع. شوفوا هنا عن قرب كيفاش انتفخت وتشققت. هنا من الاحسن نعملو على الورق الماس باش يمتص الزيت، هنا ما كانش عندي متوفر. هنا راني نحي كامل الحبيبات هادو اللي طابوا. طابوا هنا على لون واحد، على حبة وحدة.
وهنا راح نكمل كامل الكمية اللي عندي بالقلي. نسرعوا الفيديو. شوفوني كيف تشكل رغوة، نحركو شويه باش تمشي هذيك الرغوه. زيد كملت شكلت الكميه تاع العجين اللي كانت متبقيه، وفي نفس الوقت راني نقلي. وهنا بعد ما كملت كامل الكميه نتاع السيجار اللي عندي، خليته يبرد شويه، يدفى يعني ما يكونش ساخن جدا، وراح نصطفوه في الطبسي، ونبداو نرشوه بالسكر الناعم. هاد الوصفة تجي خفيفة، تجي مقرمشة من برا وطرية من الداخل. نتمنى انكم تجربوها وتردوا علينا الرأي تاعكم في التعليقات، مع انه نظن بان كامل الناس تعرف هاد الوصفة، ولكن انا حبيت نشاركها معكم الطريقة نتاعي في تحضير هاد صبيعات العروسة. ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتخليوا لنا اعجاب وتخليوا لنا تعليق، واللي ما راش مشتركه في القناه وراها تشاهد في هذا الفيديو نتمنى انها تشترك وتفعل الجرس ليصلها كل جديد. وشكرا جزيلا للمتتبعات اللي راهم متبعيني وفيا للقناه نتاعي، نشكرهم جزيل الشكر. كما نطلب منكم ايضا شويه نتاع الدعم، وبارطاجيو معنا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش هكذا القناه نتاعنا تبان والفيديو ياخذ الحق نتاعو من المشاهده. وهنا راح نكمل نرش كامل هاد السيجار تاعي، وفي الاخير راح نفتح معكم حبيبه باش تشوفوا كيفاش جات السيجار، كيفاش جا مقرمش من برا وخفيف من داخل وطري، ما جاش كامل معجن. يعني تبعوا هاد المراحل راح تنجح معكم الوصفه 100%، لان الوصفه هذه ناجحه. وإلى هنا نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي فيديو آخر إن شاء الله.